التشريف ديالي كنساك الراس ديالي إذا تميت الأشخاص اللي بغيت نشاطر معكم تقريبا اللي ريحة ما كنتش غير على جهات خريطة ولكن واقع وتشوف نفس الإشكاليات من جهة اللي يمكن نشهد به بزاف ديال الإيجابيات هي روح إيجابية في اشتغال الجهة ومكوناتها مع مختلف المستخدمين تاع السلطات العمال كذلك مختلف يعني المجالس المحلية. الجهة الآن رجعت تشارك لا ونستعين كاع المبادرات التنموية الاجتماعية الاقتصادية الثقافية المهمة اللي كتدار على مستوى الجهة. أمثلة كثيرة غير نرجعوا للشريط المشهور هذه أشياء اللي حرص عليها يعني من جاز أنجار الاقتصاد التضامني معرفة تطوان المشاريع المالية في وزان وبرامج الشاوي العرايش والخطوط الفلاحية يعني الحمد لله الجهة تتقدم بخطى وخطى إيجابية جدا رغم أن الجهات يمكن تكون كثيرة وهذا شيء مشروع والصراحة دائما يبقى انتظار الناس ونتوما هما اللي كنشكر يعني على رئيس الجهاز نشكركم واحد على يعني هذا الجهد اللي تتبذل نتوما الناس اللي عندكم خدمتكم الامتداد ديال المواطنين وكتزاد ديال التحيات للإخوات والإخوان باش توصلوا الصوت ديالهم على مستوى المجلس وبقاو على مستوى مختلف الهيئات اللي كنباطنوا والاشغال الكبيرة. حنا كونوا متأكدين ديالنا المستمر لهذا المجلس جميع مكوناته باش ان شاء الله كل مساهمة ديال الجهة الجهة يعني في أحسن ما يمكن أن تكون في إطار بناء المواصلات البناء التنموي لهذه الجهة العزيزة على صاحب الجلالة اللي كنصرو ما بقاش عليها من 25 سنة العمل قامت 25 سنة ديال صاحب الجلالة عاشتها إلا كانت شي جهة كنقولوا لكم قاعدة اللي يمكن لها تفتح واحد التحول جذري مهم جدا على الجانب الاقتصادي وعلى مختلف المجالات. أمثلة يعني كثيرة المطار لا نلاحظ كثيرا الله فرق الجوي وهذا هاجس نشتغل عليه مع مختلف المستخدمين ان شاء الله. نشوف المطار تيكون ولا المطار ديال طنجة براسو طنجة رجعنا شوية ونقولوا الحمد لله هو وفي الناس يكون شي تحدي جديد الجهة حاضرة هي طرف اتفاقية ديال توسعة المطار وكذا يعني الحمد لله على مستوى تكون براسها اللي يعني واحد الوقت هو تليفون كامل تكون دابا فيها تزوجات داخلية وتبحرات داخلية واحد الأسبنة هذاك المغرب الحمد لله المغرب اليوم أحسن من المغرب البارح والمغرب إن شاء الله يكون أحسن من المغرب اليوم إن شاء الله تظاهر بالجوع فالنفس الإيجابي ديال الجميع نزيدو النفس الإيجابي باش نعرفو نقولو نشكرو كاع يعني إضافات للبلاد خاصة النقد في البناء وهذا هو اللي سيمكن من تجويد العمل. الصعوبة اللي عندنا هو إرضاء الجميع لأن كلشي عندنا كاملين الشغل ديال احنا نجيو بالمغرب كنمشيو عليه المغرب بحد ذاته أن نوصلوا ونصادقوا اليوم في هذه الكرة هذه اللي أسقط الطريق على أول دفعة ديال المشاريع راه إنجاز مهم جدا. كانوا تقريبا 1000 يعني جاوز هذاك دونك غنفرحوا 50 عندنا نخلقوا 900 ولكن شغل ما تخلق دابا ولا نخرج عليه سبحان الله نشجعوا شي حاجة مشاريع اللي شاد دراسة كلها تنجح يعني بحال حنا دابا ماشي البنك خصنا يسلفوا فلوس وغندخلوا شي فائدة ولا شي حاجة وما حتى البنك بلاصتو راه تيكون عندهم واحد الدور مجتمعي واحد الحس بالمسؤولية باش خصو يشجع الاستثمار يكون مستقل. تنظن أن كان واحد الانترفاج اللي كان شوية دقيق هاد المرة بزاف ديال الاشياء انا كنتكلم عليه لان واكنا شخصيا نحكي رئيس الفرق اللي اشتغلت على اعداد هذا المقال هذا الحمد لله الموارد موجوده ولكن ماشي تعطى بواحد الطريقه اللي ما نكونوش ضامنين نربطوا بهاش
هادشي ديال ديسكريميناسيون بوزيتيف ديال المناطق اللي محتاجه استثمار غاده. الحذر بالنسبه للاستثمارات الكبرى ولا الشركات الكبرى، كاين حذر. علاش؟ لان كنكونوا متاكدين ان كنعطيو لهذا الشيء اللي ما عنده اللي يعاون الهدف. انا كيفاش نشوف هذا لو شون تنظن تصل رئيس الحكومه وليسبري نتوما اللي ناريتيو باش تسيو هذا لو بوان هذا. تنظن ان ليسبري انا كنت تشوفوا في المجالات ديالكم وفي البلايص اللي المواطنين يتواصلوا معكم المشاريع ما لقاتش كيفاش توصل لدعمها. كاين واحد الديسبوزيتيف ديال تحفيز الاستثمار الوطني كيستافدوا منه الشركات. اما الا كنديرو في طاش ما كنلقاو في الفاز اللي كتخلص الاولى هاد كينشار هذاك كلشي قادها خصو الكوميتيت الجويد ديالو خصو يكون مستمر. هما اللي كيدوزو لان داير موجودين وكانوا موجودين البروسيس الاخر وهذاك فالناس كان هذا هو الهدف. هادشي علاش اضطرينا نديروها. خلاص ان مرحله على مرحله غادي يكون ان شاء الله الهدف غادي يكثر والجوده ديالو كنشوف غير التجربه من المواضيع فاش ديال المدير عاوني والو حتى اللي كتعطى حامل المشاريع الشباب سنوات الاولى ربما كنلقاو مشاريع شويه وعام على عام الحمد لله الناس بداو تقترحوا المشاريع زعما لا من النوعيه ديالهم ولا في المجالات الاولى كاع نظره في القرار اللي في حد كاين ما تيصيرش اخبار كان كيخصو واحد المواد قبل يدير هذاك المشروع ديالو لا اي حد. بس عندنا الحمد لله الامور تمشي في واحد النفس ايجابي. الجهه الحمد لله تتقدم على مختلف المجالات ولكن عندها تحديات كبيره وعيده. هذا ما انا يتوقع من الناس الايجابيه من الجميع التعاون باش ان شاء الله يوجد في مستوى يعني اداره المواطنين عن